السلام عليكم احبابي، فيديو جديد ووصفه جديده على قناه شيوات خديجه. الوصفه اليوم ولا الاقتراح اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا في الفيديو. واحد كاب كيك اللي كيجيو اكثر من رائعين، خفافين فشين ومهويين ما تشبعوش منهم. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا والله العظيم كنبغي نشكر جزيل الشكر لكاع الناس والاخوات الاخوه اللي دخلوا عندي تابوناو، والناس الجداد اللي عجبهم المحتوى ديالي وعجبتهم القناه ديالي والشهيوات والطبخ اللي كندير، داروا واحد زياره خفيفه في القناه وعجبهم بزاف الشهوات ديالي، فكنبغي نقدم لهم واحد تحيه الشكر اللي هي كبيره بزاف. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الحب ديالكم لينا واخا ما كتعرفوناش، يعني غير في الخفاء، غير من خلال الفيديوهات ديالنا والشهيوات والطبخ اللي كنقدموا لكم. بصراحه تنتوما راكم عزازين وغاليين، والله يخطيكم يا احلى متتبعين عندنا، والله يكبر بكم، الله يوقف معكم يا ربي. المهم احباتي كما كتشوفوا معايا في الصوره، هاد كاب كيك كيجيو اكثر من رائعين، مفشفشين عفوا، مهويين ما تشبعوش منهم، مكونات جد اقتصاديين كالعاده كما تعودتوا مع قناه شيوات خديجه، وصفات في متناول الجميع، يعني غير بجوج بيضات كنحضروا هذا الخير هذا كامل. المهم احباتي ندوزو نكتشفوا المكونات وطريقه التحضير على بركه الله. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصراحه المقطع الاولاني ديال الفيديو تحذف لي، تقطع لي، ما عرفتش كيفاش دار حتى تسيبريما. المهم انا غادي نعطيكم المقادير الاولانيه على السريع. كنحتاجوا في المكونات جوج بيضات بدرجه حراره المطبخ، قبيصه ديال الملح لتعديل الذوق، كاس قليل ربع ديال السكر سنيده، جوج ساشيات ديال قهوه سريعه الذوبان، وعندنا ايضا نص كاس ديال الزيت النباتيه، وجوج ساشيات ديال اكياس ديال الفاني باش كنسمو هاد الكاب كيك ديالنا. خلطوهم مع بعضهم مزيان بالفوي ولا بالطرب الكهربائي ولا بالطرب اليدوي حتى كيندمجوا لينا العناصر كلهم مع بعضهم. بعد كنضيفوا كاس قل ربع ديال الحليب اللي كيكون دافي ايضا، ومن بعد كنضيفوا واحد المعلقه كبيره ديال كاكاو، اللي عفوا معلقه ديال نسكوي ومعلقه ديال الكاكاو المور اللي كيكون نوعيه جيده كما كتلاحظوا معايا في الصوره. وعندنا هنايا الدقيق، احتاجيت انا جوج كيسات ديال العنبه، قياسات في كاس العنبه، وجوج ساشيات ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، المجموع هو 16 غرام. اكيد كنغربلوهم كما كتشوفوا معايا، وكنضيفوا الدقيق على دفعات، الدفعه الاولى والدفعه الثانيه. كنخلطوا العناصر كلهم مع بعض بالفوي. هذه الدفعه الثانيه ديال الدقيق كما قلت لكم كنضيفوه على دفعات. المهم انا احتاجيت هنا جوج كيسان ديال العنبه كافيين في هذا الكب كيك ديال جوج بيضات هما اللي استعملت. بعد ملي كنخلط العجينه ديالي مزيان حتى كيبقى داك الحبيبات كنحسوا بهم انهم دابوا، يعني ما بقاوش داك التكتلات ديال الدقيق. ضفت ايضا معلقه كبيره ديال الخل باش كيجيو الكب كيك ديالنا مفشفشين ومهويين. صافي هنا درتهم في هاد الكواغط اللي كيكونوا وسط هاد المولات هادو اللي خاصين بالكاب كيك، درتهم على جوج ديال القوالب. درت في هذاك اللي شفتوه معايا في اول فيديو، ودرت في هذاك يلا خديته. وهادو ما كانوا عندي، هاد القوالب بحال هادو عندي يعني قدامين شويه. مهم احباتي شوفوا معايا هذا المنظر الرائع كنطلع عليه اكيد من هذا البالكون. بصراحه انا كنعمل الشغل في الكوزينه وانا يعني مفوجه على الاخر. ايوا هادشي اللي كاين حباباتي، نتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. وهادو هما الكاب كيك ديالنا اللي جاو اكثر من رائعين، مفشفشين ومهويين، ويعني فيهم داك حبيبات ديال الشوكولا ما تشبعوش منهم، يعني جد ساهلين واقتصاديين ومبسطين، ما فيهمش كثره المكونات وكثره المقادير والروينه وداك الشيء.
المهم هادو هما كاب كيك ديالنا اللي حضرنا مع بعض احبتي. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وكالعاده نكون دائما خفيفه وظريفه على القلب ديالكم، ما نكونش ثقيله. وهنا احبتي كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو ديالنا. ما تنسوناش من الدعم ديالكم كالعاده والبارطاج باش تعم الفائده، والمشاركه ديال الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء اكيد الى عجبكم لا فيديو ولا عجبكم المحتوى. وهنا ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم فيديو قادم ان شاء الله، ووصفه جديده واقتراح جديد، ونقول لكم دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.